السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأخوين الكل، مرحبا خويا بالمتابعين، وكل الشكر للمتابعين اللي بالحق يتفاعلوا ويخلوا الأثر الجيد به. رجعنا لكم اليوم إن شاء الله على جهاز جديد ومشكلة جديدة، جهاز ألفا سات بارا نقولوا لايت. الجهاز هذا خويا واقف على كلمة بوت. كيفاش نجموا نحلوا المشكلة نتاع الجهاز؟ هما ثم زوز طرق. الطريقة الأولى عن طريق الفلاش اليو اس بي. الفلاش تاعنا نجيب تحط فيه اخر تحديث، والتحديث تسميه روم. بون انا ما حطيته ما حطيتوش في فيشي تسميه زاد فايل به. والمرحله الثانيه اللي هي تنجم تنحي السيركوي وتنحي يا ربي الفلاشه سامحوني، وتحطها في الميني برو مبرمجه وتبرمجها. انا تو لاحظت عندي اشكال صغير اللي كونه الجهاز يجي دوبل يو اس بي، مراني مدخل منهم منحي، يعني مع مبربش شويه الجهاز. ان شاء الله يا ربي ما صارش تبربيش على الكارتة برشا وكهواي. نقوموا ان شاء الله بتركيب الفلاش كيف ما تراو، باش نقوموا توا بنزع الكهرباء على الجهاز ونعاودوا نخدموه باذن الله. واول ما باش يتحل الجهاز يعطينا كلمه بوت، نحاولوا ننزلوا باور في الكوموند باش ينجم يقرا لنا التحديث. تابعونا ان شاء الله. كيف ما تراو قصينا الضوء على الجهاز، بسم الله. الجهاز دوم مشعل، ننزلوا باور كيف ما تراو، بسم الله ما شاء الله الحمد لله. الجهاز قاعد يعدي في التحديث نتاعو. بون هو طافي تو في التلفزه موش واضح، ان شاء الله دوب ما يقرا التحديث او كتفا اون برانسيب تو باش يعاود يديماري الجهاز في التلفزه. كتب لنا كلمه بوت، يعني خذا التحديث نتاعو وباش يعاود يديماري. نستنوا شويه. هذا التحديث الاخراني. المشكله هذه تصير بعد شنية؟ الحمد لله هاك كتب اون. كيف ما تراو الجهاز هاك تحل معانا والحمد لله. رجع الجهاز للحياة من أول جديد، أمور واضحة 5/5. ومرحبا بالناس كلها، واللي يستحقنا من البعيد ولا من القريب 58 012 892. مرحبا، السلام عليكم.